السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للسلسلة اللي كنت بتكلم فيها عن الأخطاء اللي أنا كنت بعملها وأنا بدور على فرص وللأسف كانت بتضيع مني فرص كتير. النهاردة حابب أتكلم عن مشاكل كنت بعملها في الانترفيوز. أول حاجة ده أنا كان ممكن أتكلم بشكل سيء عن شركة أنا كنت بشتغل فيها. للأسف في فترة من الفترات كنت بشتغل في شركة شغالة بأولد تكنولوجيز، وكان عندهم مشاكل كتير جدا إدارية. فوأنا في انترفيو اتسألت عن الشركة فاتكلمت عنها بصراحة وإن هي عندها مشاكل، واتكلمت عنها بشكل مش كويس. هي فعلا يعني ما كانش الموضوع غلط مني على قد ما فعلا الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها كانت موجودة. بس ده بيدي انطباع سيء جدا لأي حد بيعمل معاك انترفيو. أي شركة بتتكلم عنها وأنت بتعمل انترفيو مع شركة تانية، الشركة بتحط في دماغها إن وارد تتكلم عنهم بنفس الشكل السيء لو أنت بتعمل انترفيو مع شركة غيرهم. علشان كده بلاش تتكلم عن الشركة اللي أنت فيها بأي شكل وحش. اتكلم عنها إن هي شركة كويسة ومحترمة، وإن أنت لو بتدور على فرصة تانية أنت بتدور على حاجة تطور فيها المهارات والسكيلز بتاعتك. المشكلة التانية اللي أنا كان ممكن أتكلم بشكل سيء عن تكنولوجيا معينة في انترفيو من الانترفيوز. للأسف كان اللي بيعمل لي انترفيو بيسألني أنت اشتغلت إيه في حياتك. فأنا كنت أيامها شغال دوت نت ولسه سايب الموبايل بقالي حوالي سنة، واتكلمت إن أنا كنت شغال موبايل وشغال أندرويد، وبعد كده سبته ورحت للدوت نت. فقال لي ليه؟ بدأت أتكلم عن أندرويد إن هو أنا شايف إن الدوت نت ديب أكتر. ممكن من خلاله نوصل تيم ليد بشكل أسهل، وفي نفس الوقت بكون أوير أكتر من البيزنس، على الرغم إن الأندرويد أنا شايف إن هو مجرد حاجة واجهة وخلاص، مجرد فرونت، مش ديبلي في الداتابيز والبيزنس زي الدوت نت. وللأسف الشخص اللي كان بيعمل معاه الانترفيو ده كان موبايل اب تيم ليد قبل كده، وكان السي تي او الحالي بتاع الشركة. وبسبب ان انا اتكلمت بشكل سيء عن الاندرويد اللي هو اصلا الباك جراوند بتاعه، للاسف اترفضت. فبلاش تتكلم بشكل سيء عن اي تكنولوجي، ركز في التكنولوجي بتاعتك. الغلط التاني ان انت تقول ان انا عارف كل حاجه. في ساعات بتوصل للانترفيو لمرحله ان فعلا اللي بيعمل معاك الانترفيو هو عارف ان انت خلاص اكسبتد بالنسبه له، بس بيعلى معاك في ليفل الاسئله علشان يشوف انت واصل لفين. انت ممكن توصل لنقطه معينه تقول له خلاص انا لا مش عارف ده، او ما ذاكرتوش، او لسه ممكن اذاكره قدام. بس بلاش فكره ان انت تجتهد وتجاوب حاجات ملهاش علاقه بالموضوع. هو كده ممكن يبني عنك فكره غلط ان انت من النوع اللي بيكابر. فبلاش النقطة دي. عادي اللي انت تقول مش عارف او هتعلم حاجة. النقطة الرابعة، حاول تسأل عن فيدباك وانت في الانترفيو. بمجرد ما الانترفيو هيخلص لو انت للاسف يعني ريجكتد، بنسبة كبيرة محدش بيتواصل معاك، ما بتعرفش طب انا ليه ريجكتد، طب ايه المشاكل اللي عندي. فحاول وانت في الانترفيو التكنيكال بالذات بعد ما تخلص، كلم الشخص اللي كان معاك وقول له انا محتاج منك فيدباك. الفيدباك ده اهم من الانترفيو ذات نفسه، اهم من الوظيفة. فعليا لو هو شخص يعني ممكن يساعدك، هيديك الفيدباك، هيقول لك ان انت عندك مشاكل محتاج تصلحها. والفيدباك اللي انت اخدته ده اهم من الانترفيو ذات نفسه. دي اهم حاجة انت بتطلع بيها من الانترفيو. فحاول تشتغل على نقطة اللي انا اسأل عن الفيدباك قبل ما الانترفيو ما يخلص. آخر حاجة، بلاش تظبط أكتر من انترفيو في نفس اليوم. يعني لو أنت مثلا من مكان بره القاهرة وقررت خلاص إن أنت نازل القاهرة تعمل أكتر من انترفيو، بلاش الاتنين يكونوا مع بعض في نفس اليوم وفرق بينهم مثلا بعض ساعة. ممكن الانترفيو الأول يتأخر، يبقى أنت خلاص الانترفيو التاني انضرب بالنسبة لك، فالشركة خلاص تقول إن هي مش مكملة معاك في الحتة بتاعت الانترفيو. ممكن حتى لو هو اونلاين الشركة الأولانية تأخر الانترفيو، أو الشركة التانية تعوز تقدمه، يبقى أنت المواعيد ضربت ودخلتها في بعضها. حاول تخلي الانترفيو ليومه وتكون مجهز ليه كويس جدا. فدي مجموعة نصايح لو أنت اشتغلت عليها وعملتها هتفيدك جدا في حتة الانترفيو.